الزيارة طبعا أكيد فيها حاجات ولها أسباب أنا ما أعرفهاش الحقيقة، إنما لو من ناحية السياق العام هنقول الأمور المشتركة والأشياء المشتركة والحاجات دي. إنما أنا اللي أنا عايز أقوله اللي نقدر نتكلم فيه ونفهمه إن مصر مع قبرص واليونان في الحقيقة معمول في يعني في علاقات وثيقة جدا 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 أصبحت موجودة، ودي كانت مهمة جدا جدا. لازم نبقى فاهمين إن قبرص دولة أوروبية، اليونان دولة أوروبية، ان احنا بالنسبه ليهم ان احنا في المياه الاقتصاديه بتجمعنا وتجمعهم اللي فيها الغاز وفيها الحاجات دي كلها في مشروعات قادمه. انما مهم جدا ان احنا في وسط ده يبقى احنا في تحالف لنا قصاد تركيا الناحيه الثانيه عماله تعمل تكتلات ضدنا. عايز بس اعرض النهارده بمناسبه فلسطين، لان واضح ان يعني اللي حصل من كام يوم الرئيس ترامب والقرار اللي عمله هو قرار ظالم وقرار باطل، لانه يعني لا هو يملك انه يعطي حتى لما بيتكلم. لان النهارده هو في اعطاء، لما بقول الناس هم بيكلموا بيبرروا. وزير امبارح المندوبه بتاعت امريكا في الامم المتحده بتتكلم بتقول احنا حرين نختار اي مكان في اي حته عشان نعمل فيه سفاراتنا، كلام منطقي. الا ان لما تبقى المكان اللي بتختاره ده فيه لو المكان ده عليه نزاع، لو المكان ده عليه مشكله القدس عليها مشكله، والقدس وفقا للقوانين الدوليه لا يصح ان حد يتعامل فيها ولا يتصرف فيها ولا يتكلم فيها. كل القرارات اللي طلعت مجلس الامن والامم المتحده كلها، ودول بيمثلوا العالم كله. انما امريكا طول عمرها لا يعنيها العالم ولا يعنيها اي حد بتعمل اللي في دماغها. على اي حال، انما الوضع اللي عمله ان بيعمله النهارده ترامب، لما نعرف اللي كان بيتعمل زمان ايه نعرف انه مش غريب، المساله مش غريبه. ولما نعرف اللي من زمان ايه، ان من زمان انا همرر لحضراتكم مؤتمر للحركه الصهيونيه العالميه، والحركه الصهيونيه العالميه دي لا لغايه دلوقتي، وهي دي القوه الخفيه الكبيره اللي بيطلع منها بقى اللي نقدر نسمي اذرع لها الماسونيه، نقدر نسمي، انما هي القوه الكبيره الخفيه التي هي وراءه. وانا بعتقد ان قرار القدس قرارها او هي اللي واخده هذا القرار. استنى بس عشان نشرح نقول ايه. قرار القدس قرارها واللي خده ترامب، هو وقع القرار، انما هو ما يعني هو يمكن تفصيلات القرار هو لا يعيها يا عيني ما يعرفهاش. انما فكره ان تتنقل السفاره مش السفاره، والمبررات اللي بتتقال ساذجه واصل ايه ورؤساء امريكان ومش لا هو الموضوع من زمان. لما نيجي نشوف المؤتمر ده هنشوف المؤتمر ده صوره رئيس وزراء بريطانيا ديفيد جورج. ده كان رئيس وزراء بريطانيا في الفتره من 1916 ل 1922، واحنا عارفين وعد بلفور كان 17. والسيد بلفور ده يا اخي استنى بس عشان انا بتكلم ما ينفعش عشان نطلع اللي عندك. بلفور كان وزير خارجيه بريطانيا في وزاره ديفيد جورج، اللي هو احنا هنشوف سحنته على الشاشه دلوقتي حالا. الفكره كلها ان لما بنشوف هو بيتكلم دلوقتي، مش بيتكلم عن الفتره بتاعت 17 18، لا ده بيتكلم بعديها في سنه الفيديو اللي هنشوفه ده سنه 1931، مؤتمر للحركه الصهيونيه العالميه في لندن. وطبعا لندن هي الحاضن للحركه الصهيونيه العالميه زي ما هي الحاضن للاخوان المسلمين، لان في الاول وفي الاخر هم كلهم عبايه واحده بالعربي. هي دي التركيبه الكبيره اللي طالع منها كل الحاجات دي كلها. الحركه الصهيونيه العالميه والمخابرات الانجليزيه لما عملت الاخوان سنه 28 كانت، لما تشوف الحركه الصهيونيه او الماسونيه هنلاقي التنظيم هو التنظيم، نفس الحاجات اللي بتتعمل هنا هي اللي بتتعمل هنا. ما علينا عشان في ناس مش هتصدق وناس هتقول لك يا ساتر، لا هو ده، هي دي الحقيقه، انما مش ده الموضوع دلوقتي. انا عايز ارجع للموضوع عشان تعرفوا حضراتكم ان من 1917، من 100 سنه من ساعه بلفور ما خد القرار بتاع وزير خارجيه بريطانيا لغايه النهارده، القوة الكبيرة اللي الحركة اللي هي في الاسم اللي باين الحركة الصهيونية العالمية، لما تيجي تدور مين دول الحركة الصهيونية لا ما تعرفش. انما هناك مين التشكيل الماسونية دي ايه لا ما تعرفش. هم في مين؟ ده هو ده الراجل الكبير بتاع السينما المصرية اللي كنا بنشوفه في الافلام وما بنشوفوش الا في اخر الفيلم. هو ده الراجل الكبير اللي بيقول له تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا. في الحركة الصهيونية تعالوا بقى نشوف المؤتمر هو هيقول فيه ايه. هو بيقول في المؤتمر ده ملخص الكلام اللي قاله، هو مترجم او مكتوب على الشاشة بس عشان لو حد
مش يمكن مش شايف يقرا او حاجه، اللي مكتوب على الشاشه بيتكلم بيقول احنا لما رحنا عشان ناخد فلسطين احنا ادعينا وقلنا انها ارض ما فيهاش اي حاجه، شحراء قحلاء، وان ما فيهاش اي حاجه، والميه اللي هناك حتى مهدره، وحرام ان الميه دي تبقى مهدره وتروح كده. احنا ده اللي بيقوله، وبيقول احنا رحنا عشان لما هنروح في 48، عايز يتكلم بقى على في 48 ولا لما راحوا، واحنا رحنا عشان نزرع ونعمل، انما ديت الحته اللي خدناها يعني ما هيش حاجه جامده قوي، لا ده حاجه كانت بايظه جدا.